اوي اوي، دي الرجول بتاع البوتاجاز على فكرة، وحاجة تانية معانا. خلينا هنا كده. ما تشيل ما الفيشة هنا وراك اهي، بتاع في كل حتة فيشة يعني. الله ينور. ده كده المطبخ قبل التركيب بتاعه، تمام. نص القطعة بتاعنا. بنعمل كابولي تحت الرخام علشان ما نكسرش في السيراميك، والشغل الغلط اللي بيحصل ان حد بيشق في السيراميك ويستسهل بتاع الرخام علشان يخلص. يعني ما الشغل الجديد نشتغل على زاوية حديد، وهتشيل معانا ميزان يا باشا، وهتظبط معانا الحاجة، والحاجة هتتشال، وهنشوف مع بعض التفاصيل بتاعتها. استنى بس كده، استنى يا حاج، جاي. استنى ريح نفسك، لا يا محمد خليك في السريع احسن. اعمل كده، يلا خش ايدك علينا. ايوه يا باشا، الله ينور عليك. لا الجزء انت الميزان ده وخلاص يا اسطى، بس دي كده خد معايا القطعيه دي. عمك قاعد معانا؟ انا معاك يا باشا، الله ينور. عايز تأثرها؟ ماشي. الاثنين هتأثرها شويه عشان هيبقى جوه الرسالة. ماشي. لا تعالى انت في النص عشان دي بعيد عن كده. لا خش بقى انت امسك الدخله اللي انت مكاني. الله ينور. هات يا عبد الله، امسك انت يا عبد الله، اديله الزاويه، خلي صاروخك في ايدك يا اسطى، ما ينزلش. ولا هو بيعمل ايه؟ قول لي. يلا يا حاج على طول انت على طيب. هو ينزل بس عشان ايوه انت يا اسطى، بس هي انت لو ما عملتش هتمسك عادي. انا عايز اديك مدى. لا عادي، تعالى كده اطلع كمان بس. انزل بس عشان
في اي حته، ينفع في اي حته. بص اه جاهز دلوقتي على الطلعه على طول. كده التلفزيون. ماشي اطلع بقى يا محمد بره. لا التلفزيون كده. يلا ده كده 90. ايه؟ ده 90. ما اعرفش، انت خد المتر وانا اقول لك 90 ولا لا. انا ما شفتش. تعالى اديني اللقطه هنا الاول قدام الميزان. خد لقطتك قدام الميزان الاول هنا. 90. تاخد لقطتك من هنا تعرف قال عاتي هنا. عاتي كام؟ متر. لا انزل. كده عاتي متر. متر والله. خش عندك بقى هناك نسمي. ما احنا هنيجي نظبط الاثنين يا صاحبي بقى. يلا هو عايزك كده. بص يا حاج سامح، تعالى لي هنا انت بالمتر. تعالى لي هنا، تعالى لي هنا بالمتر. تعالى يا عبد الله معايا هنا عشان تفهم ايه. عاطي متر. احنا هننزل بقى هنا كده ال 78 اللي احنا عايزينه وشها. 88 اعدل يلا شوف كده كده. تعالى قصاد يا سامح عشان هو 98 كده. عايز رجلي. تمام بس جبت توب بس. كام بقى عادي؟ عايز يعلى سنتي ونص. بس كده 8 بس. ماشي اصل احنا عندنا برضو الاجسامنا قصيرين شويه، فريح لهم الكلام علشان يبقى الدنيا معاهم مرتاحه يعني. تبقى على 87 ونص حلو. بس ال 2 سم هتبقى وصلت معاك لو النص يبقى وصل معاك 90 سم اللي هو المنسوب بتاع حوض المطبخ. ده منسوب ثابت علشان ما يبقاش اسمك ايه؟ عالي. يا اسطى شيل الحاجات اللي قدامه دي ونضف له المكان قدامه. شيل الكابولي اللي عندك ده ملوش لازمه، الحديد. شيل بقى الفيش اللي هي السلك ده يا عبد الله منه خلاص، ما الفيش حوالينها كلها شغاله. اقطع السلك ده وشيله واشتغل بالشنيور بتاعك في اي حته. لا ده انت ما تركنهاش، انت هاتها على طول. الكابولي ده هاته، الحاجه اللي ملهاش لازمه هاتها. هيطلع السطح. ده وقت سطح. يا اسطى ولا هاتها. هعملهولك. ما هناخدش منه حاجه، انا هاخد منه حاجه واديهولك. بس هات مفتاح انجليزي في هنا بس. سطح انجليزي. ايوه ارجع ورا مني. قفل الفيديو. استنى بقى سامح كده بقى مش بتاع مش عارف. ممكن نعمل حوار. الصاروخ فين يا حاج؟ سامح خد يا اسطى. اقطع لي. في حته اللي معاها فوق. ايه؟ حته اللي معاها فاضله فوق. موجوده صح؟ ناخد الكابولي هنستفاد بيه. بتاعي. اصلي يبقى ده يطلع بره. خد يا منى على السطح. طلع على السطح. على السطح. ارميه في الزباله اللي بره، مش عايز. وديها هناك كده في الركنه بتاعك اللي هناك ده، ما حدش هيجي ناحيته. هنا احنا هنتلخبط. هنا يا سامح انا علشان عامل هنا السباكه يا عبد الله، تعالى. عشان هنا انا مؤسس. امسك كده احنا في مراعي التشطيب ده حوض المطبخ. شوفوه زي ما احنا بنركبه على زاويه حديد على اساس ان احنا ما نقطعش السيراميك ونبوظ السيراميك. حبيت اغير المطبخ او اغير الشكل الديزاين بتاعه، ارحل الحوض ما يبقاش الحوض مجبر عليا اساسي طول العمر في قطعه واحده بس. طالما انا عامل الميه والصرف تحت الحوض او الميه استخدام السخن والبارد من الخلاط من تحت الحوض، اقدر اغير شكل الحوض واوديه لحد الركن مكان الثلاجه نفسها. فده حاجات ما بربطش نفسي بحاجه يعني. فانا واخد مناسيب علشان طبعا بادئ التاسيس زي ما قلنا في الاول لحد التشطيب، عامل حسابي ان انا اترحل وامشي في كذا مكان.
اقدر اجيب البوتاجاز تاني في الوش، اقدر ارحل القض يمين، اقدر ارحل شمال، في عندي مساحات كتيره اقدر اتعامل فيها في المكان، والمكان هيبقى واسع وحركته اسهل واستخدامه لكل حاجه. بعد ما نحط الرخامه طبعا لسه التشطيبات هنكملها مع بعض، وفي الاخر خالص هنشوف الشكل علشان بدناه مع بعض صح هينتهي. تمام؟ عايز تحط الفيشر، حضر لي الفيشر كده. غلب عندك. في هنا حاجة مليانة كده، أيوه الصينية دي شوف عليها أهي. نكمل معاكم بعد شوية.